مرحبا. رجع الخريف ورجعت معه ألوان الشجر الدافية. هالأجواء بدها قطعة كوكيز مع مشروب ساخن. لهيك وصفتنا لليوم رح تكون بسكويت القرفة والزنجبيل. رح يلزمنا لهالوصفة طحين، زبدة، سكر، قرفة، فانيليا، زنجبيل، بيضة، ملح. منخفق الزبدة والسكر على سرعة متوسطة لمدة 5 دقايق. بعدها منضيف الفانيلا والبيضة ومنخفق دقيقتين كمان. بهالوقت منخلط المكونات الجافة كلها مع بعض، ومنبدأ نضيفهم شوي شوي على مزيج الزبدة والسكر لحتى تخلص كل الكمية. بعد دقيقتين من الخفق تقريبا بيتشكل عنا عجينة الكوكيز مثل مو واضح. حطي العجينة بين ورقتين زبدة ورقيها لتوصلي لسماكة نصف سنتي تقريبا. بعدها حطيها بالبراد حوالي ساعة لحتى تتماسك وما تعزبك وقت التقطيع. بعد ساعة طلعيها وقطعيها بقطاعات الكوكيز. شيلي الزوايد وخبزي قطع الكوكيز بالفرن على الرف الوسط حرارة 350 فهرنهايت تقريبا 15 دقيقة، أو لياخد لون ذهبي على حواف الكوكيز. اتركي الكوكيز ليبرد تماما وهيك صار جاهز للتقديم. طريقة تانية لنعمل كوكيز بيشبه ورق الشجر. قطعي العجينة 3 أقسام، لونيهن بألوان الخريف بني، أخضر وأصفر، أو ألوان تانية من اختيارك. بعدها اعجنيهن مع بعض لتتداخل الألوان مثل مو واضح. ونفس الخطوات السابقة، رقي العجينة بين ورقتين زبدة، برديها ساعة وبعدها قطعيها. بس قبل الخبز فيكي ترسمي عليها بأداة التزيين عروق لتبين طبيعية أكتر وتماما مثل ورق الخريف. هالكوكيز رائع بشكله وطعمه وريحته يلي بتعبي البيت دفى. جربيه مرة ورح تحبيه وتعمليه كل مرة. بتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم، وما تنسوا لايك شير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد مني أنا فافو. انطروني next week بفيديو جديد ووصفة يومي. باي باي.